ميت أهلا ومرحبا فيكم ببرنامج المسامح كريم. القصة اللي رح نشوفها الآن هي خلاف بين الإخوة. طبعا الخلاف بين الإخوة بيكون صعب، ولكن بعتقد أنه حله سهل. رح منحل هالمشكلة سوا، ولكن أولا نستقبل صاحب المبادرة مصطفى. أهلا بمصطفى. كيفك يا مصطفى؟ طمني عنك، تفضل. انت مش كل شيء يا مصطفى، مش كل شيء بتعمل مشاكل؟ لا لا لا، انت هادئ الحمد لله. الحمد لله. اخبارك؟ الحمد لله كله تمام؟ خير الحمد لله. مصطفى عنده مشكله مع اخوه الاكبر. اخوه الاكبر منه محمود، بالاحرى كبير العائله. كانوا بألف خير عايشين سوا، وأربع شباب وأربع بنات في العائله، الى ان توفت الوالده الله يرحمها. صار في خلاف بينه، يمكن بين العائله، ولكن بينه هو شخصيا وبين اخوه محمود اخوه الاكبر على الميراث. دائما السبب دائما بالخلاف بيكون الفلوس. يبدو انه تطور الخلاف الى شجار، الشجار تطور الى ضربوا بعض. مصطفى نسي انه محمود هو خيه الاكبر، هو اللي كان يهتم فيه، كان عم بمثابة الأب له، كان عم بيساعده بدراسته بحياته. الظاهر انه اعتدى على محمود ما قبل هالشيء، طبعا اخذ على خاطره، وحصل خلاف بال2007. من 2007 الى اليوم في قطيعة بين الاخوين. محمود ما بيحكي، مصطفى ما بيرضى يرد عليه، غضبان عليه، ومصطفى مسكين هلا تعب ضميره. اهلا وسهلا فيك مصطفى. مزبوط الخبريه هيك؟ مزبوط. في شيء اضافي بتحب تضيفه؟ يعني انا يعني انت ضربته لاخوك الاكبر منك؟ بس هو يعني ضرب مع شنو ضرب يعني؟ بس انه يعني ما لك حق اصلا. اخوك اكبر منك يعني. طبعا. واحترمته طبعا، وبحكم ان هو اللي رباني من بعد انفصال والدي ووالدتي عن بعضهم من في التسعينات. هو ساب مدرسته وبدأ ان هو يشتغل، وهو شال الحمل الاسره كلها. من الاسره ما كانش لسه الا في بنت واحده اللي كانت متجوزه. نعم. والباقي كانوا لسه كلهم ما اتجوزوش. فهو بقى الاب، وهو بقى الاخ، وهو بقى معين الاسره. نعم. فمن بعد سنين من شيل الحمل فكروا انه يتجوز، وفعلا اتجوز. بس هو برضه يعني ما تركناش. فبعد ما اتجوز برضه فضل شايل همنا. كبير الاسره، نعم، المعين، فضل على الحال دوت لغايه ما والدتي ما توفت الوالده الله يرحمها في 2006. انا فكرت ان انا اتجوز. وقف معايا، ساعدني كتير في الجواز، وجهز لي شقه وجاب لي، يعني يعتبر انا اتجوزت بيه هو، بدعم منه. بيه هو. فجي والدي بعديها بكام سنه اتوفى، فكان سايب لنا شقه. ففي الفتره ديت بينا الشقه، فلان البيت والدتي كان ليها بيت. طبعا حضرتك عارف ان احنا 4 8 صبيان و4 بنات. فالبيت دوت المفروض لكله، فبينا الشقه وبنينا البيت. عملنا 4 شقق لكل شاب شقه، ومعاه نصيب بنت. فجت البنات بعد كده عايزين نصيبهم. قال لي نبيع البيت. قلت له طب هنبيع البيت انا هروح فين؟ وانا عندي بنت هروح فين؟ قام راح قايل لي طب البنات واخواتك البنات عايزين فلوس، حصتهم. وعايزين فلوس، الواحد عايزه تتجهز واللي عايزه تتجوز فانا قلت له على ربنا يسهل، وسكتنا على كده. فجي بعد كده اختي عايزه فلوسها، عايزه نصيبها. طب انا ما معيش ان انا اديكي، اصبري عليا. ما رضيتش. جه محمود قال لي نبيع. قلت له لا نبيع لا. فضلنا على الحال دوت فتره. بعد كده هو
جت اختي قالت لي نقفل الاوضه تاخد نصيبها من الشقه. ففعلا بس بعد مشاكل برضه وكلام من ده ورحنا قافلين الاوضه. كيف حصلت المشكله؟ هو جه بعديها اقفل الاوضه، قفلتها. طب اشتري نصيبها يعني بيع البيت. قلت له لا. جت اختي الثانيه عايزه برضه نصيبها. هو خلص عمل قرض وخد نصيبها وكتبت له الشقه باسمها كلها. بعد كده خلاص كده بقت الشقه بتاعته. انت ما قدرت تعمل؟ انا ما قدرتش لاني ما كنتش لسه، ما كانش ليا دخل ثابت. جه بعد كده هو عايز يبيع البيت. طب انا اروح فين؟ يبيع البيت عشان اخته. لانه الاخت وعشان البنتين التانيين واحده خدت فلوسها. نعم. وواحده خدت نصيبها والاثنين التانيين لسه ما خدوش حاجه. فانا قلت له انا لا بايع ولا هشتري ولا معايا فلوس، واللي عايزكم اللي عايز تعملوه اعملوه. فجت اخواتي كلهم اتجمعوا الا وعايزين يبيعوا البيت. طبعا حضرتك عارف ساعه الشيطان اتدخلت في الوقت دوت، كلمه من هنا على كلمه من هنا. انا نرفزت، رحت يعني زعقت فيهم كلهم، رحت شاتم، رحت اخويا بيقول لي عيب انا اخوك الكبير وانا وانا وانا. قلت له انت لا اخويا كبير ولا اخويا صغير، انت لو تعرف ان اخوك هيترمي في الشارع ما ترضاش. ما هترضاش. رحت ماسك فيه في ساعتها. مسكت فيه على طول. نعم. ضربته؟ فرحت بعد كده خلاص صرف نظر عن بيع البيت وفضل الوضع كما هو. انا عايش في اوضه وصاله، واختي قافله الاوضه مش مستعملاها. وكيف علاقتك مع اختك؟ انا كلهم قطعوني بسببه. كلهم؟ هلا كلهم ما بيحكوا معك؟ كلهم. كيف تتوقع هلا تكون ردة فعله؟ من حكم ان انا يعني حاولت كتير، والناس اللي عرفوا بالمشكله كتير بتدخلوا كلموه، هو رفض خالص. رافض. حاولت يعني انت بواسطه حاولت كتير اصدقاء وغيره، هو رافض. وزمايلنا وعمتي وولاد عمتي طيب شو بدك تقول له؟ شو جاي تقول له هلا نيه حتى تقنعه انه يرضى عليك ويسامحك ويفتح الستار؟ انا الرساله تبعك معي يعني ما قريتها، بس شو بدك تقول له انت؟ انا بقول له اللي بيحب الله بيكره. بركي ما بيحب. واللي بيكره انسان ما يكونش من دمه. اي بس هون فانا بدك تيجي تعطيه انت يعني نصيحه وتعلمه، بدك تقول له بده يسامحك. انت جاي تطلب السماح منه مش هيك؟ بدك تكون صادق بطلبك السماح. اوكي؟ حتى يقتنع، لانه ما تنسى اخوك كبير واخذ على خاطره، ومن الصعب بتصور انه يقدر يسامحك. على كل حال نحن وجهنا له الدعوه اللي انت طلبتها منا، خلينا نشوف. النهارده مشوارنا في شبرا يا جورج، هنروح نسلم دعوه حضور للاستاذ محمود سليمان. جورج وصلنا شبرا عند استاذ محمود، هنسلمه الدعوه. مساء الخير. مساء النور. اتفضل. حضرتك استاذ محمود سليمان؟ محمود سليمان. حضرتك بتشتغل ايه؟ موظف في اخبار اليوم. استاذ محمود حضرتك كام سنه؟ 38 سنه. 38 سنه. استاذ محمود دي دعوه حضور لبرنامج جورج القرداحي. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. حضرتك قبلت الدعوه؟ ان شاء الله. ان شاء الله احنا في انتظار. ربنا كريم ان شاء الله. جورج الاستاذ محمود قبل دعوتك واحنا في انتظاره ان شاء الله. محمود بشبرا قبل الدعوة، أكيد أصبح خارج الاستوديو، بس بحب أذكر اللي ما تابعونا من الأول القصة هي بين مصطفى ومحمود. مصطفى هو الأخ الأصغر، محمود هو الأخ البكر،
في فرق سنوات بين بعضهم حوالي 7-8 سنوات. محمود بعد ما توفت أمه كان هو المسؤول عن العائلة، كانوا 4 شباب و4 بنات، كان يعيلهم يشتغل أمنهم. جوزوا لمصطفى، كان داير باله عليه مثل أبوه، ولكن بعد ما توفى والدهم اختلفوا على الميراث، صار في خناق. مصطفى مثل ما قال انه هيك دخل الشيطان بينه وبين اخوه، قام ضربه لاخوه الاكبر اللي لم يسامحه بعد منذ 2007، يعني 7 سنوات في قطيعه بين بعضهم اثنينهم الاخوه. اليوم اجى مصطفى الى هذا الاستوديو املا انه نقدر نساعده لحتى محمود يصفح عنه ويقول له المسامح كريم ويرجعوا لبعض. بدنا نستقبل الان محمود، قولوا ان شاء الله. يلا. اهلا اهلا محمود، ازي احوالك؟ كيفك؟ خير الحمد لله. تفضل تفضل. اهلا وسهلا فيك. كيف شبرا؟ الحمد لله بخير. كله تمام؟ خير الحمد لله. واشغالك؟ خير الحمد لله. شو عندك اولاد ما شاء الله؟ عندي 5 اولاد. صبيان؟ وبنات. كم كيف العدد؟ عندي 3 صبيان؟ في ولد اولاني غيرهم و4 و2 بنات. 2 بنات ما شاء الله. اجمالي 6. الاولاني من زواج اول؟ اولاني يعني. شو اسمه هو الكبير؟ عمرو. ابو عمرو انت؟ ابو عمرو. اهلا فيك يا اهلا بيك. عمرو او عمر؟ عمرو. ابو عمرو، اهلا وسهلا فيك. انت اكيد عم تتساءل انه شو الهدف والسبب لدعوتك للاستوديو، مش هيك؟ يعني موضوع غريب شوي. شو بتتوقع؟ شو فكرت يعني من وقت ما سلمت الدعوه؟ شو فكرت؟ اسئله، برنامج جوائز يعني. بس جوائز؟ ما في الا فلوس؟ ما في فلوس. لا ما في فلوس. مش الفلوس، مش فكره الفلوس. خلصنا الفلوس، ما عاد في فلوس. لا برنامج يعني اي برنامج. طبعا مش رح نحكي لا فلسفي ولا سياسي ولا تاريخ ولا شيء، نحكي شيء من المجتمع. انا الحقيقه مش انا صاحب الدعوه، انا كنت الوسيط، وعسى ان اكون وسيط خير. انا حدا طلب مني ان اوجه لك الدعوه، ما انت شرفتني بقبول الدعوه وجيت الى الاستوديو. اهلا وسهلا فيك. احنا تشرفنا بيكم كمان. بتحب تشوف مين دعاك؟ يا ريت. يا ريت. طلع بهالشاشه. تذكر اسمه؟ ولا نسيت؟ نسيته؟ ما اقدر انساه. ما تقدر تنساه. يا ابو عمرو، قصتكم صعبه بعرف، وهالقصص هيدي خاصه لما بتكبر بين الاخوه، اذا مش حدا حاول يحلها بالحسنى كل ما إلها بتكبر، بيمضي العمر بيكونوا محرومين من بعض وعيالهم محرومين من بعض الى اخره. انا استمعت لروايته لمصطفى. مصطفى حملني رساله بحب اقرا لك اياها قبل ما نحكي. بدك تسمع؟ نسمع. يا سيدي مصطفى بيقول لك: اخي الحبيب، بل ابي الحبيب محمود، منذ وعيت على الدنيا وأنا أعرف أنك سندي وظهري، وأعرف كيف ضحيت من أجلي أنا وإخوتي، ولا أنسى مساعدتك لي في زواجي أو أفضالك علي التي لا تعد ولا تحصى. أخي محمود، أنا آسف من كل قلبي على ما فات. تنقطع إيدي قبل ما تمتد عليك، وقد جئت إلى هنا خصيصا لأشكرك على ما فعلته لنا أنا وإخوتي، ولأعتذر لك أمام جميع الناس. ورحمة أمنا الغالية يا محمود، تعفو أو تصفح، فأنا أكره نفسي منذ أن أغضبتك، ومنذ حدث ما حدث أعتبرها غلطة عمري التي لن أكررها ثانية. وعانقني عناق الإخوة الذي افتقدته، وسامحني على ما فعلت، لأن المسامح كريم.
هيدي رسالة مصطفى إلى أخيه الأكبر محمود. شو رأيك؟ أنت زعلت، حقك تزعل، يعني مثل ما فهمنا أنك أنت ضحيت وكنت للعائلة بمثابة الأخ الأكبر والأب، اهتميت بشؤونهم جميعا ولا تزال كنت مهتم بكل واحد وواحدة منهم، يعني حتى حقوق البنات بدك تحصلها، بدك تحفظهم حقوقهم للبنات. بدي اسمعه أول شيء لمصطفى قبل ما تحكي. مصطفى، قل له اللي بقلبك لمحمود اللي إلك 7 سنين ما شفته. تفضل. أنا بقول له أنا آسف جدا. أنت مش أخ بس، أنت كل حاجة ليا. أنت أب، أنت أخ، أنت كل حاجة، كل حاجة. أنا بتمنى من ربنا بس حاجة واحدة، إنك تسامحني يعني، واغفر لي اللي أنا عملته معاك. طلب السماح والغفران. محمود، إذا عندك شيء قبل ما تقرر إذا بتفتح الستار أو لا، في شيء بدك تعاتبه فيه، بدك تقول له إياه، كان نفسك تقول له إياه من قبل بس ما صار لك وقت ولا ظرف، قوله هلا. حابب أقول له مصطفى، أنت طول عمرك مش أخويا الصغير، أنت ابني أو ابني الكبير بمعنى أصح. كنت أنت ولا إخواتك مش إخوات بالنسبة لي، أنا بالنسبة لكم أو أنتوا بالنسبة ليا ولادي، إن كانوا كبار أو صغيرين، أكبر مني أصغر مني. شلت مسؤولية يمكن قبل سني بمراحل كتير، من سن 15 سنة. 15 سنة صحيح. كان همي الوحيد أنا ما أخليش لا كبير ولا صغير يحتاج لحد أبدا، أحفظ ليه ده حقوقه وده حقوقه وده حقوقه. فصعب إن ابنك يهينك. زعلت منه بس ما كرهتوش. ما كرهته؟ ما اقدرش اكره، ما فيش اب بيكره عياله. هم بالنسبه لي مش اخوات زي ما قلت لحضرتك، هم اولادي. لكن الله يسامحك. الله يسامحك. سامحته. مستعد ترجع انت وياه مثل ما كنتوا؟ ترجعوا يد بيد اخوه وترجعوا كلكم اسره واحده؟ مستعد؟ كيف راح تحل له مشكله الاخت، حصه الاخت؟ كيف يا مصطفى راح تحل مشكله اختك اللي مسكره الغرفه في شقتك؟ اللي هو شايفه صح هو اللي هيمشي. نشوفه محمود صح يمشي. بارك الله فيك. يعني لو تقول هالكلمة من 7 سنوات ما وصلت لهم. ساعة الشيطان. ساعة الشيطان. الحمد لله. تحصل. الحمد لله. محمود، واضحة القصة، فيها ستار، أكيد أنت متشوق تشوفه لأخيك. بدك تقول له المسامح كريم. تفضل. المسامح كريم. قول. المسامح كريم.
هلا بتكفوا بتكفوا برا. الله يخليكم لبعض، ان شاء الله ما تتكرر ابدا، وترجعوا تعوضوا السنوات اللي خلت ان شاء الله. والايام اللي ضيعتوها ان شاء الله. بهالعاطفه. خليكم لبعض. مشكورين، شكرا على ثقتك، شكرا على مجيئك بشوفك. هلا بترجعوا سوا ان شاء الله. الله معك. Brother was caught in the crossfire. Was caught in the crossfire.